اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من سلسله حلها في ثواني. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نجيب الجذر التربيعي لاي رقم. وعشان الفكره تبان اوضح كتبنا حاصل ضرب الارقام في بعضيها، وعشان الفكره تبان اكتر تعالوا ناخد مثال ونتعلم. طبعا انا لو قلت لاي حد جذر 4 كام يبقى 2، لان 2 في 2 ب4. طبعا لو قلت سالت اي حد جذر 9 كام 3. طب لو سالتك بقى جذر 30 كام، انت ممكن تفكر ده لازم اعمله بالاله، وعشان اجيبه بدماغي هقعد اخد وقت كتير جدا وكبير جدا. بس خليك فاكر ان الرياضيات دايما معانا ببساطه. الفكره وما فيها ان انا عشان اجيب جذر اي رقم بشوف ايه اقرب رقم من الرقم ده في الارقام اللي هنا. اقرب رقم في 30 يبقى 25، تبقى الاجابه عباره عن 5 زائد اطرح الرقم اللي تحت الجذر 30 ناقص الرقم اللي عباره عن الرقم في نفسه 25، تبقى 5. والرقم اللي انا اخترته اضربه في 2، 2 في 5 ب 10، تبقى الاجابه 5 زائد 5 على 10 اللي هي 5 و5 من 10. طب جذر 30 بالاله يعمل معاك كام؟ جذر 30 بالاله يعمل معاك 5 علامه عشريه 4 7 7. الارقام متقاربه جدا جدا. طيب ناخد مثال تاني. لو انا عايز اجيب جذر 56 كام؟ اتعلمنا اقرب رقم ل 56 هنا كام؟ هبص هلاقيه 49، تبقى الاجابه 7 زائد اطرح 9 56 ناقص 49 يطلع كام؟ يطلع 7. 2 في 7 14، 7 على 14 يعني 5 من 10، تبقى الاجابه 7 ونص. لو جبتها بالاله جذر 56 كام؟ هلاقي جذر 56 معايا بالاله عباره عن 7 علامه 4 8 3. الارقام متقاربه جدا. ناخد مثال ثالث. لو عايز اجيب جذر 91 كام؟ هبص على اقرب رقم ل 91 هلاقيه ايه؟ 81، تبقى 9 زائد 91 ناقص 81 10 على 2 في 9 18. 9 زائد 10 على 18 تقريبا يساوي 9 علامة 55. لو جيت بالآلة جبت جذر 91 بالآلة هتلاقيه عامل معاك كام؟ هلاقيه عامل معاك 9 علامة 5 3. الأرقام زي ما احنا شايفين متقاربة جدا جدا. ناخد مثال التأكيد الجميل بتاعنا. لو عايز أجيب جذر 77 يساوي كام؟ مظبوط، اقرب رقم 64، تبقى 8 زائد 77 ناقص 64 تبقى 13. اضرب 2 في 8 ب 16. 8 زائد 13 على 16 يعني تقريبا 8 علامه عشريه 7. لو جبت جذر 77 بالاله يطلع معاك كام؟ يطلع معاك 8 علامه 7 7. الارقام زي ما انتم شايفين تقريبا متشابهه. المثال اللي جاي ده ليكوا انتوا. لو عايز اجيب جذر 28 كام؟ اعمل لايك وفولو وشير لاصحابك عشان يستفادوا.